لاني كنت بلبس سليم. فالاسانسير ده انا مش عارفه صراحه اتكلم اقول ايه. هتجيبوا اللوم عليا انا او احنا كعيله يا جماعه؟ احنا 12 دور، 12 دور، هي عماره 12 دور، وكل دور فيه 3 شقق، يعني مش احنا بس اللي في العماره. عشان انا ببقى شايفه الكومنتات بتقعدوا تقولوا يا ياسمين انتوا لازم تشوفوا حل. انتوا يا جماعه الناس اللي هنا بجد ما بتدفعش فلوس، ما بتدفعش فلوس في تصليح. يعني ممكن يقعد عطلان 10 ايام، وحد في ال 12 طالع نازل عادي، وما بيبقاش حتى بيشتكي. لما بيتصلح احنا لما بنفضل نكلم عن معنطر وبيصلحوا، وساعات ما بيرضوش يدوله فلوس. بجد انا مش عارفه، احنا وصلنا لمرحله وحشه قوي في العماره هنا، بس مش دي قصتنا. المهم ضني راح وصلهم. انا نزلت في الاسانسير عشان اسلم عليهم، ما عرفتش اطلع. راحت صدفه جت قالت لي هاتي بوسه وحضن عشان ماشيه. بوستها وحضنتها، وسعاد كانت لسه فوق. على ما طلعت قابلتها عند ماما في السادس، قمت بايساها وبايسه عيالها ومشوا الحمد لله، ووصلوا كمان. ربنا يرجعهم لينا بالسلامه. المهم نمنا وصحينا بقى، لسه صاحيه من ساعه ونص كده ماشي، وحتى سليم لسه نايم، ولسه احنا في بدري يعني. تعالوا بقى اقول لكم انا تعبانه حصل لي ايه. بس انا اصلا يعني خايفه منكم والله، عشان انا عملت حركه مش حلوه خالص. بس بصراحه انا خايفه من كومنتاتكم، مش عايزاكم تبقوا ايه كومنتات صعبه قوي عليا. ايه بقى في دوشه في الصاله، انا هاخده واطلع. قمت عامله ايه بقى؟ شلت سليم وطلعت على السلم. طبعا في اول دور عادي، بقيت واسم الله عليه سليم يعني، او مش سليم بس اي طفل يعني، وهو نايم غير وهو صاحي. فانا حاسه ان جسمه تقيل عليا. هو الواد مفهوش بس جسمه تقيل عليا. وانا طالعه فحسيت بوجع يعني في بطني. تمام. وانا في الدور التاسع كده، جيت عند الدور العاشر قمت مكفيه على وشي. اولا رجلي مش شايلاني، بطني وجعاني، والواد هيقع مني. اول ما طلعت بفتح الباب لقيت ضني بيفتح الباب من ورا، بيقول لي ده انا نازل، انا كنت في الحمام. قلت له انت ما بتردش على تليفونك ليه يا ضني؟ قال لي انا مش سامعه. يا سيمو تعالى. فكلمت الدكتور، طبعا هزقني وقال لي نامي على ظهرك ارتاحي، ولو حصل في الامور امور تعالي ولدي. فانا من ساعتها وانا تعبانه. دي حاجه. تاني حاجه الموتور عندي بايظ، فهضطر